السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. لسه كنت عند الفراخ ومخلصة وهمشي، لقيت حد علق وبيقول لي الفراخ عندها 6 شهور ولسه ما بيضتش، تعمل ايه؟ الفراخ عندها 6 شهور، الفراخ البلدي عندها 6 شهور ولسه ما بيضتش، لازم احنا نساعدها. اولا احنا دلوقتي في فصل الشتاء، دخلنا في الشتاء، فالموضوع ممكن يتاخر شويه وممكن ما يتاخرش. طب ما يتاخرش بناء على ايه؟ بناء على اهتمامنا احنا. اول حاجه لازم تكوني مدفيه لهم المكان. يعني بصوا، انا كنت ماشيه دلوقتي، بصوا الشباك هنا انا قفلت ضرفه وقفلت السلك من بره من جوه، يعني قفلت ضرفه وقفلت السلك، وده الشباك ده لسه برضو هقفل ضرفه وهقفل السلك، وطبعا مقفله بقى كله من الجناب بقى مقفل، انا بس سايبه لهم ده للتهويه. يبقى احنا لازم ندفي. طيب نعمل ايه؟ نهتم بالاكل، ما نحط لهمش وجبه قليله ان هم يبقوا جعانين، لازم برضو يبقوا شبعانين، ومش شبعانين اللي هو زياده عن اللزوم. الفرخ ليه 100 جرام او 110 جرام من العلف، انت قدريهم بقى باكل البيت. لو هتحط لهم بيض باكل بيت، يعني هتحطي اكل بيت، هات لهم يا ستي لو انت عندك 10 فرخات بلدي، ركزي في المعلومه دي، لو عندك 10 فرخات بلدي المفروض تحط لهم في اليوم كيلو علف بياض بس. طب انت هتحطي اكل البيت، حطي مع اكل البيت ربع كيلو بس علف بياض، ربع كيلو بس يعني يساعدهم. مش عايزه تحطي علف بياض ما تحطيش علف بياض. يا بنات لو سمحت، مش عايزه تحطي علف بياض ما تحطيش علف بياض. طب هنعمل ايه؟ عندك شويه حاجات بتحفز العنقود بتاع البيض وبتحفز الفرخه انها تبيض بسرعه، او يعني لو هي متاخره يلا نلحلحها بقى شويه ونخليها تبيض. زي ايه؟ عن تجارب والله العظيم. بصوا انا لسه النهارده بسم الله ما شاء الله شايفه الانتاج بتاعي زاد. معلش الازازه مش كويسه. عندك ده فيتامين ه سيلينيوم اهو، بصوا اهو، فيتامين ه زائد سيلينيوم. الفيتامين ده مهم جدا للفراخ، ان هو بيساعد ان الفراخ تبيض بسرعه. في ايه غير فيتامين ه سيلينيوم؟ في حاجه اسمها ب ك كولين، تجيبيه. في ايه تاني؟ خدي بالك انا جايبه الازازه الكبيره، لو عندك يعني عدد كبير هاتي الازازه الكبيره، ما عندكيش هاتي ازازه صغيره ب 15 20 زي ما يكون الدكتور هيديها لك. يبقى ركزي في اللي انا بقول لك عليه ده، انا هديكي كل حاجه ممكن تخلي وتسرع معاكي البيض جدا جدا، يعني في خلال اسبوع ان شاء الله باذن الله. هاتي ه سيلينيوم، هتحطيه سنتي واحد على رتل الميه 3 ايام او يومين مفيش مشكله. في حاجه اسمها ب ك كولين برضو نفس الكلام، سنتي واحد على رتل ميه برضو يومين او 3 مفيش مشكله، بس ما تزوديش. هو كده. الاكل بقى هتعملي ايه؟ الاكل يا ستي حطي في الاكل فلفل حامي، حطي مره شويه كزبره، حطي مره شويه حبه البركه، حطي مره ابشري بنجرايه. الفلفل الحامي ده حلو قوي. الفلفل الاسمر لو رشه صغيره كده على اي اكل بيت. الكرنب خطير، الكرنب فيه فيتامينات وكالسيوم وحاجات مهمه جدا للفراخ، ودي معلومه محدش يعرفها الا قليل. الكرنب، ورق الكرنب مهم جدا للفراخ. حطي الحاجات دي من وقت للتاني. عسل اسود في الميه، كركم، اللهم صل عليك يا نبي، سمسم. الحاجات دي بصي والله العظيم في خلال اسبوع هتلاقي فراخك بشرت معاكي، وهتعلقي لي على القناه وهتقولي ان شاء الله ان فراخك بشرت. يبقى الفراخ المتاخره اعملي لها كل اللي انا قلت لك عليه ده على مدار ايام، يعني ما تكتريش كله مره واحده في يوم واحد. هتحطي حاجه في الميه وحاجه في الاكل، النهارده بكره حاجه في الميه وحاجه في الاكل، بعده حاجه في الميه وحاجه في الاكل، واهتمي بالتدفئه واهتمي بان هم يكونوا متغذين كويس. يعني ما يجيش مثلا في يوم تروحي حاطه لهم الوجبه بتاعتهم كلها ورق كرنب، لا مش هينفع. حطي ورق كرنب على شويه دشيش، على شويه رز باقيين، على رغيفين عيش مقطعاهم. لازم برضو يبقى ايه عندهم حاجه تشبعهم. واعملي حسابك ان الفرخه دي عامله زي الطفل الصغير، انا دايما اقول لنفسي كده ان الفرخه دي عامله زي الطفل الصغير. انا بنتي او ابني الصغير تعبان في حاجه معينه، هشوف هو ايه اللي ناقصه واديهوله. ناقصه فيتامينات، ناقصه معادن، ناقصه اهتمام بالاكل، ناقصه تدفئه، وهيديكي احلى انتاج ان شاء الله. الفراخ هتديكي احلى انتاج باذن الله يا رب والله العظيم. واعملي كده وجربي ودفي، وهيبشروا عندك بس مش هيبشروا بنسبه كبيره، يعني ان شاء الله مجرد ما الجو يبدا يدفي ان شاء الله هيغرقوكي بيض باذن الله. بس اهم حاجه هو الهه سيلينيوم، هاتيه وان شاء الله مش هتندمي، وان شاء الله يفرحوكي قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.